سنة 1962 وحرب اليمن. وزي ما احنا عارفين ان جمال عبد الناصر كان داعم لحركات التحرر في الوطن العربي وفي افريقيا كمان، ده غير كمان انه كان مع الثورات اللي كانت ضد الانظمه الرجعيه، واللي كان في اليمن اصلا كان نظام ملكي راجع لابعد الحدود، كان معيش اليمن في عصور ما قبل التاريخ. فلما حصل الثوره من الجمهوريين فدعموا الجمهوريين، فملك اليمن هرب على السعوديه، فالسعوديه دعمت الملك، وبقى في جبهتين وحرب. يبقى سبب دخول جمال عبد الناصر اليمن حاجتين، السبب الاول هو طرد بريطانيا من جنوب اليمن، والسبب الثاني هو القضاء على النظام الراجع المتخلف اللي متمثل في الملك. طيب يا محمد، والمشكلتين دول اتحلوا بعد حرب اليمن؟ هقول لك ايوه، اليمن اتحولت لجمهوريه وتم بالفعل طرد البريطانيين من اليمن، وبعد كده من قطر، وبعد كده من عمان ومن الامارات، والساحل ده كله اتحرر من بريطانيا بسبب اساسا حرب اليمن في الاساس. يبقى دخول مصر اليمن كان عشان السببين دول. يبقى السببين دول اتحققوا ولا ما اتحققوش؟ هتقول لي اتحققوا. يبقى في ايه مصر خسرت الحرب؟ واحنا لازم برضو نشغل دماغنا، ما هو اصل الحرب مش شرط ان انت تكسبها كده بالاسلحه